ها يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بقى مع بعض صينية مكرونة بالبشاميل كده تحفة كده من اللي قلبك يحبها. وعندي كده وركين في فراخ قطعتهم قسمتهم نصين وحمرتهم وعملت شوربة لسان عصفور. تعالوا نشوف احنا عملنا الحاجة دي ازاي. يلا. وهنا بقى يا جماعة اول حاجة حطيت المكرونة وهحط احط مية المكرونة اهو هسلقها بقى. هحط لها اول حاجة الملح، لازم انا احط الملح بتاعها كويس هنا عشان المكرونه بتاعت البشاميل دي ما بتتغسلش. وشويه زيت اهي، نقطتين زيت. واقوم جايبه المكرونه حطاها اهي اول ما الميه ما تغلي. اسلق بقى المكرونه نص سلقه، ما اسلقهاش جامد، ما اسلقهاش سليقه جامده كامله، نص سلقه. ماشي يا جماعه. وهنا عندنا وركين كده، هنا بقى يا جماعه عندنا وركين كده نحطهم يتسلقوا هما، نحطهم يتسلقوا وما نكترش الميه عشان احنا عايزينهم مركزين. وحطينا لها بصلايه، مش جايبه البصله ليه؟ حطينا لها بصلايه. وهنا التوابل بتاعتها كزبره، كمون، ملح، فلفل، حبهان، ورق لورا اهي يا جماعه. ادي الحاجه بتاعتها ونسيبها بقى ايه تتسلق مع نفسها اهي. اهي دي سلقناها علشان عايزين الشوربه بتاعتها، محتاجين الشوربه بتاعتها وهنشوف هنعمل بها ايه دلوقتي. هنتصل كده خليها نجربها هنا. حطيت طاسه اهو على النار او سبتها تسخن من غير اي مواد دهنيه. رحت حاطه اللحمه عشان لو اللحمه فيها كميه دهون تطردها اهي. اول ما لونها بقى يتغير مش هحط لها اي حاجه الا لما لونها يتغير. اول ما لونها يتغير هحط لها بقيه حاجتها اهو يا جماعه. رجعنا اهي، حطينا لهاش اي مواد دهنيه اهي، هي اللي سردت اهي الدهن بتاعها اهي، السمنه بتاعتها وايه اهي، وسردت ميتها وايه والدهن بتاعها الدهون بتاعتها اهي. لونها اهو اتغير. هنشوف هنحط لها ايه. عندنا قطعنا بصلتين حلقات كده جوريان اهما، بصلتين اقوم حاطينهم حلقات كده جوريان. اقوم حاطه بقى التوابل هي ده كزبره، دي بهارات لحمه، كمون، دي ملح، دي فلفل اسود، ودي معلقه جنزبيل. طالما لحمه مفرومه يبقى على طول نحط معلقه جنزبيل عشان ايه الريحه تبقى ايه فاخر من الاخر اهي يا جماعه. نقلب كل الكلام ده مع بعضه كده. متنسوش يا جماعه تحطوا لايك للقناه وتشتركوا وتدعمونا كده اهو. اقوم حاطه طماطمايه كده مقطعاها خرط صغيره اهي. وعندي قرنين فلفل مقطعاهم كده خرط صغيره اهي. وفصين توم هما مقطعاهم برضو خرط صغيره. ونقلب كل الكلام ده مع بعض اهو. حطيت كمان جزر مقطعاه قطع صغيره كده واحطها في الفريزر اهو مكان اهون. حطيت عليها برضو جزر، حطيت عليها برضو معلقتين صلصه اهي. واسيب بقى كل الكلام ده مع بعض يستوي على نار هاديه.
هنعمل بقى يا جماعه البشاميل. حطينا حله على النار وحطينا فيها مواد دهنيه، عشان انتوا عارفين طبعا البشاميل بيحب الايه، مواد دهنيه كتير اهي. وهي كوبايه دقيق اهو. كمان لقيتها نشفت معايا كده، حطيت لها معلقه سمنه او معلقه زيت اهي اهي. افضل اقلب كده لحد اما البشاميل كده يستوي. اعرف منين ان هو استوى؟ لما الاقيه كله كده بقى يبقلل كده، كله بقى يبقلل كده، يبقلل كده من كل ناحيه، اعرف كده ان هو استوى اهو. شكله عامل ازاي يا جماعه اهو. اول حاجه هحطها خالص هحط له الشوربه، مش هحط له اللبن اهي. اول حاجه هحطها له خالص اهي الشوربه، واقلب. حطيت له تاني شوربه، مسكته وقلبته كويس كده. انا بحب يا جماعه اعمل البشاميل بشوربه ولبن، ولا لبن بس ولا شوربه بس. انا بحب اعملهم الاتنين مع بعض كده. انا حطيت الشوربه، هروح اجيب اللبن بقى واحط اللبن كمان اهو. حطيت لبن اهو. انا حطيت كوبايه دقيق، حطيت عليها 3-4 معالق سمنه، وحطيت شوربه قيمه كوبايه كده كبيره او كوبايتين كبار شوربه، وحطيت الايه حوالي نص كيلو لبن اهو. وهسيبه بقى يستوي مع بعض على نار هاديه، بس افضل اقلب فيه باستمرار، ما اسيبوش خالص من غير تقليب اهو يا جماعه اهو يا جماعه اهي. اعرف بقى ان هي استوت امتى اهي، لو عايزاها تقيله ولا خفيفه زي ما انت عايزاها بقى. انا بحبها وسط، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي اهو. حاطه واحده ماجي واحده ماجي كده عشان تدي لها طعم حلو، خلاف الشوربه اللي انا حطيتها لها. يعني انا كمان حاطه لها قدامكم شوربه، علشان اهم حاجه في المكرونه البشاميل اللحمه والبشاميل نفسه اهو. اعمل ايه كمان؟ هبشر قدامكم اهو على المبشره جوز الطيب، حطيت لها اهو رشه من جوز الطيب اهو، عشان تدي لها طعم كده فاخر من الاخر اهو يا جماعه اهي. ريحتها جميله، طعمها لذيذ اهو. هنطفي عليها امتى بقى؟ امتى نطفي ونعرف ان هي استوت؟ لما الاقيها ابتدت تبقلل كده اهي، ابتدت تبقلل اهي اهي. اول ما الاقيها ابتدت تبقلل كده اهي، ابتدت تبقلل، يبقى كده هي ايه؟ استوت اهي. اقوم طافيه عليها بقى لما تبقلل من كله، زي ما اتفقنا ما نبطلش تقليب اهو عشان ما تلزقش، وعلى نار هاديه اهي اهي يا جماعه. انا بحبها كده، ولا تقيله ولا خفيفه اهي اهي. بتبقلل اهي اهي، بقلل من كل ناحيه اهي يا جماعه. كده عندنا بقى اللحمه استوت، بتاع اللحمه اللي احنا معصجينها وطفينا عليها، والمكرونه سلقناها بس ما غسلناهاش، والبشاميل اهو
كمان استوى. نروح نعبي بقى صينيتنا الحلوه الجميله، نشوف هنعبيها ازاي ونجيلكوا تاني. هنا اهو يا جماعه اهو البشاميل لسه سخن طبعا، عمال يطلع دخان اهو. قبل بقى ما اروح احطه في المكرونه او اعمل بيه اي حاجه خالص، اقوم جايبه بضايه مكسراها اهي وبسرعه اهي، بضايه مكسراها فيها اهي، وبسرعه على طول اقوم حاطه لها ايه شويه فلفل اسود واقلبها بسرعه عشان ما تستويش، عشان الايه البشاميل سخن زي ما احنا متفقين، لسه مطفيين عليه النار. يا جماعه لونه اتغير ازاي، لونه بقى اصفر ازاي، عشان حطينا له البيضه اهي يا جماعه. البيضه دي مهمه جدا جدا. يلا تعالوا نروح نرص الصينيه اهو يا جماعه. حطينا في الصينيه بهارات البشاميل، قلبناها كده. هنقوم بقى حاطين هنا على المكرونه اللي سلقينها كمان مغرفتين، ادي مغرفه ودي التانيه اهي. نقلبها بقى عشان كل المكرونه تشرب من البشاميل. ليه بنعوزها بشاميل؟ عشان تمسك في بعضها، ما تبقاش مفروله كده وسايبه من بعضها لما نيجي ايه نغرفها تطلع. وادي الصينيه اللي عوزناها بشاميل هحط نصها، نص المكرونه تحت اهي. حطيت الطبقه اللي تحت ورحت حاطه بقى طبقه اللحمه المفرومه في النص اهي، مليانه خضار اهي وحاجات جميله اهي، ريحتها تحفه. اللي مخلي ريحتها تحفه كده الجنزبيل اللي احنا حطيناه لها، معلقه الجنزبيل، واقوم جايه كده بمغرفه بشاميل وفي النص اهي، معلقه كمان كده في النص اهي، واقوم حاطه بقى بقيه النص التاني، نص المكرونه التاني اهو يا جماعه. رصينا الصينيه، رصينا البشاميل كده فوق على الوش. نروح بقى نحطها في الفرن تستوي ونجيبها بقى نوريكم النتيجه. هنا يا جماعه نعمل مع بعض شويه لسان عصفور كده. المره اللي فاتت احنا عملناه الفيديو اللي فات من غير اي مواد دهنيه. المره دي بقى لو انت مش عايزه تعمليه من غير من اي مواد دهنيه، او انت عايزه تعمليه بمواد دهنيه اهي، حطينا معلقه سمنه صغيره وحطينا شويه لسان العصفور اهي. عملناه المره دي بماده دهنيه اهي، اللي انا بحبه من غير اي مواد دهنيه. عمرنا الشوربه اهي، خدت اللون الحلو الجميل ده. طبعا انا مقلله المواد الدهنيه خالص اهي. احط لها بقى كوبايه ميه اهي تشربها، يا دوبك تشرب كوبايه الميه واقوم حاطه لها شوربه بس. وكده اهي الشوربه شوربه نشفت ميتها شربتها. احط لها بقى شوربه لسان عصفور، احط لها الشوربه بتاع اللحمه اهي. اهي الشوربه نسقيها لها بقى، خلاص شربت كوبايه الميه شربتها اللي انا كنت حطاها. احط لها بقى الشوربه اهي. وكده عملناه قدامكم اهو برده بمواد دهنيه، بس ما كترناهاش، حطينا حاجات بسيطه يعني عشان ما تبقاش برده عايمه على وش لسان العصفور. هنسيبه بقى يستوي ونشوف بقى في النهايه. وهي يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف جميله وريحتها تحفه وجايبه من اخر الشارع، وبالهنا والشفا للي ياكل. يا جماعه حطوا لنا اشتراك في القناه ودعمونا وحطوا اللايك. يلا نغرف بقى الاكل مع بعضنا كده ونشوف احنا عملنا ايه. كده يا جماعه عملنا الاكل بتاعنا، ايه رايكم فيه؟ اهو تحفه، حاجه جميله جدا جدا اهو، حاجه جميله بالهنا والشفا. المكرونه مستويه اهو، كل حاجه جميله اهي. متنسوش يا جماعه تحطوا لنا لايك وتشتركونا في القناه وتكتبوا لي اي كومنت. باي باي.